صباح الخير. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ التفكير كتير مش هو الحل. احنا مطلوب مننا ان احنا نفكر في حل المشكله، تمام؟ انما التفكير الكتير قوي مش هو الحل. انت مطلوب منك انك تفكر لمده معينه وتخطط. بعد مده معينه انت بتحددها، المفروض انك هتبتدي تنفذ الحاجات اللي انت فكرت فيها. عشان كده احنا قلنا ان احنا في الفيديوهات اللي قبل كده، اول حاجه احنا بنحدد المشكله. ما نتكلمش عن نتائجها، لكن نتكلم عن المشكله نفسها. ما اجيش امسك النتيجه واقول النتيجه هي المشكله بتاعتي، لا. المشكله بتاعتي لازم اعرف هي سببها ايه بالظبط، تمام؟ وبعد كده احط حلول، سلسله من الحلول بقعد اقترحها مع نفسي، او بتكلم مع طرف تاني بحيث ان انا اعمل عصف ذهني اطلع بيه الحلول دي. انما تفكير كتير لوحده مش كفايه. انا طلعت حلول كتبتها في نوتة على الموبايل او كتبتها على ورقه، المهم تتكتب. نقعد بقى نناقش ايه افضل الحلول دي، افضل حاجه هي اللي هنختارها. نبتدي بقى ان احنا نحط وقت التنفيذ بتاعها. هننفذها امتى؟ دلوقتي، بكره، كمان شويه، الاسبوع الجاي. المهم انه يبقى في وقت للتنفيذ، لان انت ساعه التنفيذ هتلاقي نفسك بتغير في الخطه اللي انت كنت حاططها قبل كده. مش هتغيرها تماما، لكن هيطرأ عليك حاجات تستدعي انك تغير في الخطه بتاعتك. عشان كده بقولك ان احنا التفكير لوحده مش كفايه، تمام؟ في نقطه كمان كنت عايز اقولها. انت مش هتحط النقط اللي احنا قلنا عليها، الاربع نقط اللي احنا قلنا عليها في ساعة ما تيجي تقع في مشكلة، اللي هم ان احنا نحدد المشكلة بالظبط، نحط حلول للمشكلة سواء بنفسنا او من خلال مناقشتنا مع طرف تاني، نختار افضل الحلول الممكنة من سلسلة الحلول اللي احنا اقترحناها واللي احنا كنا كاتبينها في نوتة الموبايل، نبتدي ناخد خطوة تنفيذية من الخطة اللي احنا رتبناها. تمام؟ انت مش هتبتدي بالحاجات دي لان انت دلوقتي ما سجلتش الكلام اللي انا قلته ده على نوتة. لانك انت لما تعود نفسك وتذكر نفسك من فتره للتانيه، هتبتدي ان الموضوع ده يبقى عاده جواك. اول ما تقع في اي مشكله او يبقى عندك هدف عايز تحققه ومش عارف تحققه، هتبتدي انك بالتدريج تعمل الاربع خطوات دول وانت مش حاسس، وهتبقى دي بدايه خطوه النجاح بتاعك. لانك طبقت شويه حاجات. هي مش كلام نظري وبس، لا، هو كلام نظري وناس عملته ونجحت. وانا بطبقه على فكره. انا اي حاجه ببقى عايز آه، اوصل لها او عايز اعملها، ببتدي امسك ورقه وقلم وابتدي اكتبها. اكتب انا عايز اعمل كذا، وهعمل اول كذا حتى لو كانت بسيطه. عارف، لو احرك قلم، انا عايز احرك القلم بس لو احرك قلم من حته لحته في الوقت الفلاني. عامه دي كانت اربع نقط. نقطتين قبل كده قلناهم، والنقطتين دول كمان جديد عليهم كنت عايز اضيفهم لك. ولو عجبك الفيديو لايك، وما تنسانيش في السبسكرايب والفولو، وكومنت الحاجة اللي مش عاجباك عشان نبقى نقول على الحاجة اللي عاجباكم. صباح الفل.